أهلا ومرحبا بك في بودكاست جديد من مساحة أنوثة. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي حساس بزاف، الماضي والجروح اللي كيأثروا علينا. كيفاش نقدروا نتصالحوا مع الجروح ديال الماضي، وخاصة ملي كيكون جرح من الناس اللي قراب لينا. يقدر يكون أب، يقدر يكون الأم، يقدروا يكونوا أصدقاء، أو حتى شي تجربة اللي كتضرك. كلنا عندنا دوك الذكريات اللي كنتفكروهم، كنتقصحوا، كنحسوا بواحد الاحساس اللي هو خايب. ولكن السؤال هنايا هو، واش غادي نبقاو ديما غير في دوك الذكريات، نبقاو محبوسين فيهم، ولا غادي نلقاو شي طريقه باش نتصالحوا معاهم ونبداو صفحه جديده؟ في هذه الفقره الاولى غادي نهضروا على تاثير الماضي علينا. الطفولة ديالنا دايره بحال واحد التراب، اي حاجه كنزرعوها فيها كتاثر على الشكل ديالنا ملي كنكبروا. الا كان الحب كنكبروا مرتاحين وعندنا الثقه في راسنا، وإلا كان العكس كيبقاو فينا الجروح، كنبقاو نحسوا بالنقص، كنحسوا بالخوف، كنحسوا بالغضب. غير مثال بسيط، الا كان الاب ديالك ما كيهضرش معاك بكلمات اللي زوينه، كتولي حاليا فاش كتكبري كتشكي في القيمه ديالك، وكتسولي راسك، واش انا ما كنسواش؟ واش انا ما كنستاهلش؟ واش وهاد الاسئله كتبقى معنا حتى في العلاقات ديالنا اللي كتجي من بعد، سواء في الخدمه، مع شريك حياتنا، او حتى مع راسنا. تاني حاجه هي الاعتراف. اول حاجه خاصنا نديروها هي نعترفوا باللي حنايا كنا مجروحين، حيت راه طبيعي وماشي عيب تقول انا كنت مجروحه، انا تجرحت، انا راه ماشي ضعف انك تبكي على شي حاجه اللي دازت. بالعكس، ملي كتعترف اولا هذا الاعتراف هذا راه هو ديك القوه الحقيقيه ديالك اللي كتولي قوه باش كتخليك كتعاونك انك تشافي الجروح، حيتاش ما يمكنش تشافي الجرح وانت مخبيه. غير تخيل معايا، جرحتي يدك وما عطيتيهاش داك الاهتمام، ما داويتيهاش، مع الوقت هذاك الجرح غادي يتعفن. نفس الشيء كيوقع على الروح ديالنا. ثالث حاجه هي كيفاش نداويو راسنا، كيفاش نعطيو الحب لراسنا. من بعد ما اعترفنا خاصنا نرجعوا الحب اللي ناقصنا، حنا نرجعوه. الى الاب ولا الام ولا الاصدقاء ولا المجتمع ما عطاناش داك الحب الكافي، خاصنا حنا نوليو نعطيوه لراسنا. نسول راسي، شنو كنت محتاج نسمع وانا صغير، اولا شنو كنت محتاجه نسمع وانا صغيره؟ انا كنت محتاجه نسمع باللي انتي زوينه، انتي مهمه، انتي تستاهلي تعيشي بخير. وملي نسالي نجاوب راسي بواحد الصوت اللي مسموع، انا فعلا كنستاهل، انا كنبغي راسي، انا مهمه. هذه ماشي شي كلمات اللي خاويين، لا، هذه طريقه باش نبدلوا البرمجه اللي عشنا بها هذه سنين. دابا غادا نبغيك ديري معايا واحد التمرين. جربيه ديري السبب بالكمال على الله. خدي ورقه وستيلو وكتبي واحد الرساله لداك الطفل الداخلي ديالك، هذاك الطفل اللي كان مجروح. مثلا لديك الطفله الصغيره اللي كنت، سمحي لي الا حسيتي بالوحده، سمحي لي الا خليتك تحسي بالاهانه، سمحي لي الا خليتك تحسي بالنقص، سمحي لي الا ما عطيتكش داك الحب والحنان اللي كنتي محتاجه. انا هنا دابا باش نحبك، باش نبغيك، باش نحميك، باش نخليك كتحسي براسك عندك قيمه. اليوم انا غادا نسمعك وغادا نهتم بيك. كونوا اكيدين، اقسم برب العباد ان هذا الشيء الا كيأثر بزاف علينا وكيخلي دوك المشاعر السلبيه اللي كنا حابسينها هذه سنين
كلها تمشي. انا هادشي هذا، هاد التمرين هذا درته وحسيت براسي بلي بخير بزاف. حتى انا عانيت من الجرح وعانيت بزاف واحد الدرجه اللي كبيره، ودرت هاد التمرين ولاق ليا. وانا جيت باش نفيدكم حتى نتوما، ما نخليش هادشي محبوس غير عندي انا. اخر حاجه اللي نبغي نقول لكم هي التصالح مع الماضي. راه ماشي شي حاجه كتوقع في ليله ونهار، ماشي شي حاجه نهائيا اللي كتوقع في واحد اللحظه صافي راكي تصالحتي، ولكن كل نهار كتعطي لراسك شويه ديال الحب، شويه ديال التفاهم. كل مره كدير هادشي كتقرب واحد الخطوه لداك السلام الداخلي. وما تنساوش الماضي ما كيحددش لكم المستقبل ديالكم، نتوما اللي بيديكم تكتبوا القصه الجديده ديال حياتكم. حتى لهنا كنبغي نقول لكم الا عجبتكم هذه الحلقه ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه وتعليق، وقولوا لي رايكم، وان شاء الله غادي نكمل معكم رحله الشفاء وحده بوحده.